السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تيك توكس، معكم السعيد المونجي، وكلامنا النهاردة عن فرز الشاشات. اتكلمنا قبل كده لو انت رايح تشتري كمبيوتر، وقلنا المواصفات والأسعار اللي هتلاقيها في السوق إن شاء الله. ونتكلم النهاردة ازاي تفرز الشاشة اللي انت هتشتريها. احنا عملنا فيديو قبل كده هتلاقي اللينك بتاعه يظهر لك في الايفون، بيتكلم عن الشاشات عموما والعيوب بتاعتها بالنسبة لل LCD وال LED، بس كلامنا النهاردة هيبقى أكتر تحديدا على شاشة الكمبيوتر بعينها. وعلشان تسهل فرز اي شاشة كمبيوتر عليك انت محتاج ل5 الوان: ابيض واسود واخضر واحمر وازرق. انت عموما ممكن تخش على جوجل وتكتب LCD ديب بيكسل شيك، هيفتح لك مواقع كتير جدا تقدر تشوف من خلالها عيوب الشاشات دي ببساطة. هنتكلم عن 5 عيوب رئيسيين وهم دول اكثر انتشارا في الشاشات عموما. اول حاجة، الشاشة دي عبارة عن مربعات صغيرة بسموها بيكسل. البيكسل دي يعني مثلا الشاشة بتاعتك مثلا لو هي فول اتش دي 1920 في 1080 مثلا، الارقام دي عبارة عن ايه؟ الارقام دي عبارة عن 1920 خط بيقابلهم 1080 خط، كل خط من دول 1920 بيقابلوا 1080 بيعملوا مربعات صغيرة. كل مربع من دول بنسموهم بيكسل، اللي هو بيعرض فيه لون معين. المربعات دي اما بتكمل على بعضها بتكون لك الصورة اللي انت شايفها قدامك. ده معرض لبعض المشاكل زي ايه؟ اول حاجة مثلا الستوك بيكسل، ان هو يقف على لون معين من اللي معروض ده، سواء مثلا لون احمر اخضر اصفر اي لون معين، تلاقي البيكسل ده الشاشة كلها سليمة وفي نقطة معينة في الشاشة هي مربعة مش مدورة بتلاقيها ثابتة على لون معين. المشكلة دي طبعا في بعض المواقع بتحلها، ممكن ابقى اسيب لك لينك في الديسكريبشن لموقع معين كل اللي هو بيعمله بتحدد له المربع اللي هو فيه الستوك بيكسل ده. هو بغير الوان كتير جدا مثلا في ظرف 10 دقايق، لو في خمول في البيكسل ولا في حاجه بيرجع ينشطه تاني. في معظم الاحيان المشكله دي بتتحل كده. وبرده مشكله الديد بيكسل اللي هي رقم 2 اللي هنتكلم عليها بتتحل بنفس الموضوع، بس الفرق بين الستوك بيكسل والديد بيكسل ان الديد بيكسل بيبقى بيكسل مات خلاص ما بيعرضش غير اللون الاسود بس، انما الستوك بيكسل بيبقى بيكسل ثبت على لون معين وما عادش بيغيره مع العرض الالوان التانية على الشاشة. طبعا للاسف ناس كتير جدا بتعاني من الديد بيكسل ده، حتى لو جايب شاشة جديدة وبيظهر فيها ديد بيكسل سواء شاشة موبايل او شاشة كمبيوتر، وللاسف التوكيل ما برضاش يرجعها له لانه بيشترط ان هو لازم يبقى 3 بيكسل عشان يغير لك الشاشة. وده انا في رايي انا ده كلام فاضي، يعني طالما الشاشة ظهر فيها عيب صناعة في مدة الضمان مفيش حاجة اسمها 1 و2 و3 و10. يعني انا ازاي يعني هستنى لحد ما يظهر فيها 3 ديد بيكسل؟ يعني طبعا العيبين سواء الستوك بيكسل او الديد بيكسل بيظهروا في كل الالوان تقريبا، يعني مش شرط لون معين. ليه؟ لان هو اصلا بيبقى لون ثابت، سواء الستوك بيبقى لون ثابت واخد لون معين بيظهر معاك في كل الالوان فبيبقى ظاهر، مش شرط لون معين عشان تقدر تحدده. او الديد بيكسل بيبقى لونه اسود فبيبقى ظاهر في بقية الالوان كلها تقريبا. تالت حاجة معانا تسريب الاضاءة، ودي ان بيبقى جنب او اكتر من جوانب الشاشة ظاهر فيه لون ابيض زيادة وبقى كاسر اللون بتاع اللي انت عارضه. يعني لو انت عارض فيديو مثلا بيبقى تحت الاضاءة عالية شوية باللون الابيض زي الصورة دي كده. واكتر لون بيبان فيه تسريب الاضاءة في اللون الاسود. بالنسبة للون الابيض بيبقى صعب جدا انه يبان فيه تسريب الاضاءة. عندك بعد كده البكسلة او النمش، ودي اتكلمنا عليها قبل كده ان احيانا بيبقى العيب من كابل الداتا اللي هو زي ده الواصل ما بين الكيسة والشاشة. لو غيرته بتظبط، طب لو ما ظبطتش يبقى العيب من الشاشة ذات نفسها. وعشان اوضح لك النمش اكتر، ده عينة مثلا بنمش ودي من غير نمش، دي درجة نمش اعلى شوية ودي من غيرها. بعد كده عندك النقط او البقع اللي بتبقى في الشاشة، بتبقى بقع صغيرة جدا بتبقى باينة باللون الاصفر او الابيض، واحيانا بتبقى باللون الاسود بتبقى ظاهرة في الشاشة زي الصورة دي مثلا كده. عندك برضو السكرتشات او الخيوط الخفيفة جدا اللي بتبقى موجودة في الشاشة، دي بتبقى عيوب برضو سواء في جسم الشاشة من بره او في الشاشة ذات نفسها. ودي صور برضو امثلة للسكرتشات اللي بتبقى موجودة في الشاشات. انت كده يعتبر راجعت الشاشة كويس من حيث جودة الشاشة نفسها. بعد كده هتشيك او تفحص اليو اس بي اللي موجود في الشاشة اللي هي المخارج، ودي تقدر باي كابل شاحن لتليفونك من اليو اس بي توصله في اليو اس بي اللي موجود في الشاشة تشوفه هيشحن ولا لا. تتأكد مثلا ان الاثنين او الثلاثة اليو اس بي اللي موجودين في الشاشة لو الموديل اللي انت بتشتريه فيه تتأكد ان هم شغالين ولا لا. وكذلك مخارج الشاشة بخصوص الفيجا، او لو الشاشة بتاعتك فيها دي في اي او ديسبلاي بورت او اتش دي ام اي انك تشيك عليهم كلهم. وبرده الشاشة لو فيها سماعات تقدر تجربها باي وصلة اي او اكس او وصلة صوت 1 في 1
ما بين موبايلك وما بين الشاشة. وبكده تكون انت قدرت تفحص الشاشة بتاعتك من حيث الجسم الخارجي ومن حيث برضو جودة الشاشة ذات نفسها. اتمنى اكون قدرت اجمع لك اكتر العيوب المنتشرة في الشاشات عشان تقدر تشتري شاشة فرز اول وانت متيقن ان دي شاشة فرز اول، مش مضحوك عليك مثلا وتاخد شاشة فرز تاني على انها شاشة فرز اول. اتمنى اكون قدرت الم لك كل العيوب او المشاكل اللي بتظهر في الشاشة بحيث ان انت تقدر تشتري شاشة فرز اول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انا سعيد جدا انك وصلت لحد هنا، واكون شاكر لو نزلت عملت اشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وبقيت من اعظم 75 مشترك في القناة. يعني تقدر تقول ان احنا بنوثق الرقم عشان بعد كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.